السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي. هذا الفيديو يلقاكم في احسن الصحه. وقبل ما غادي نبدا معكم غادي نبدا الصلاه والسلام على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وعلى بركه الله غادي ندوزو باش نصاوبوا واحد الشنيك ولا بريوش اللي كيجي الصراحه كيجي زوين بزاف. نقدر عندنا 3 المعالق ديال السكر دفنه وواحد الحك ديال الياغوت، على حسب اللي كان عندكم فاني ولا مسوس ولا اللي كان موجود. اي دانون كان عندكم في البيت غادي تضيفوه. وعندنا بيض بيضه مع الصفر غادي نخليوه للدهن. ما كنديروش البيض، داك البيض ما بغاش نضيعو وضفتو في العجينه. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الزيت نباتيه. عندنا في الاخر غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. وعندي قشره ديال الليمون ولا حامض اللي كان عندكم موفر. عندنا الملحه على حسب الذوق، الا كنهرسوا ديك الحلاوه كديروا 3 المعالق ديال السكر. الملحه كديروا على حسب الذوق. وعندنا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. وباش غادي نخلطوا العجينه بالماء، عندنا الماء دافي على حسب العجينه ديال الخبز. غادي نضيف 2 كيسان ديال الماء. ضفت الكاس الاول باش غادي نخلطوا ديك الخميره، يعني ضفت ديك الخميره مع داك البيض ومع داك السكر بحال اللي تكورت واحد شويه. كنضيفو كنحركو حتى نحسوا بديك الخميره متبقاش كويرات. جبت الطراب ديال اليد وغادي نحرك باش غادي يبقى دوك الكويرات كاملين يذوبوا ديال الخميره. غادي يبقاو هذوك الحبيبات ديال قشره الليمون. وعندي واحد الفاني، كتبقى لكم اختياريه فاني. هي انا ضفتها بالنسبه لي ضيف قشره الليمون ولا الحامض بلا ما يضل يضيفها. وعندنا الطحينه على حسب الخليط. ضفنا الكاس الاولاني وغادي نضيفو الكاس الثاني وغادي نضيفو حتى الكاس الثالث. ومن بعد غادي نضيفو الكاس الثالث غادي نضيفو كيس ديال الخميره. الخميره ديال الحلوه عاديه هي اللي غادي نضيفو. الا بغيتو ما تضيفوهاش على حسب البريوش ديالكم ولا الشنيك كيجي بحال عاطي كبير، كيجي الخميره كتكبروا شويه. احنا كنخلطوا الخليط كامل غادي نجمعوه. بعد ما خلطنا دوك 3 الكيسان اللي ضفنا، دابا غادي نضيفو الكاس الرابع وغادي نضيفوه بشويه بشويه. ضفنا نص كاس وبقى لنا نص كاس، عاوتاني نضيفوه حتى هو ندخلوه بشويه بشويه باش في هذه المرحله ما تقصحناش العجينه. حنا باغيين العجينه تكون مطلوقه، العجينه ديالهم كتكون خفيفه بزاف. بعد ما كملت الكاس الرابع، الطحين الاخراني غادي نضيفوه بالمعلقه، لان باش ما تقصحناش العجينه ضروري نضيفوه بالمعلقه. وكنشوفوا ضفت المعلقه الاولى ودليت عاوتاني ضفت المعلقه الثانيه. بعد ما جمعت لنا صافي غادي نضيف واحد راس معلقه ديال الزبده. هي واخا العجينه كتعذب في الخدمه ديالها كتلصق في اليد وكتعذب في داك التلصق اللي كتلصق في اليد، ولان في الاخر كتجي خفيفه وكتجي زوينه. غادي ندير لها الزيت وغادي نجمعها ونهداو عليها باش تخمر. العجينه ديالنا بعد ما غطيناها وخليناها خمرت، ودابا رجعنا باش غادي نشكلوها معكم قريصات. كيف ما شفتوا قبيله راه كانت العجينه كتلصق في اليد وما بغاش تجمع، ولان دابا ملي كتخمر كتشد في بعضياتها كتماسك، ما كتبقاش كيف ما كانت في الاول. كنديروا لها شويه ديال الزيت وكنديوها ونجيبوها كنهبطوا لديك الخمريه اللي فيها وعاد كنشكلوا هذيك الساعات. اللي ما بغاش تعذبوا عنده العجانه يحاول يدير في العجانه وما يعذبش راسو كاع باليد، كاع ما يديرها بيدو، لان كتجي صعيبه باش كتلصق في يدكم، كتجي صعيبه باش تسلكوها. ودابا غادي نشكلوا قريصات على حسب نتوما اللي بغيتو، كويرات صغار على حسب المقدار. بغيتو ديروه بريوش كبير كديروه كبير، دقه وحده كديروا العجينه مره واحده وكتسرحوها وكتشكلوا هذيك الساعات. بغيتو ديروه قريصات بحال هكا راه كديروه هكا كويرات. غادي نشكلوه ونخليوه يرتاح ونصاوبوا له باش غادي نصاوبوه من الداخل نعمروه. راه كيف ما كتعرفوا دابا الخريف وكلشي موجود، كاين الخوخ كاين المشماش كاين التفاح، اي حاجه عندكم في البيت موجوده. انا اليوم عزلت باش غادي نعمرهم بالمشماش، لان الصراحه المشماش كيعطيهم واحد المذاق اللي زوين، وكيجي المشماش فيه زوين بالصراحه، كيجي زوين بزاف. وانتم كيبقى لكم اختيار باش بغيتو تعمروهم. المشماش الصراحه كيجي زوين بزاف، اللي كيبغي المشماش يدير المشماش، اللي كيبغي الخوخ يدير الخوخ ولا اي فاكهه كيبغي. ولا ديروا التفاح ولا بوعويده في بلاصه المشماش. المشماش كيعطي واحد الحموضه مع الحلاوه، كيجي الصراحه كيجي زوين بزاف. الا جبتو المشماش ما تجيبوش داك المشماش اللي كيكون طايب بزاف، جيبوه باقي شاد في راسو باش ملي كتفتحوها المشماشه كتقدروا تحيدوا العلفه من الداخل. بعد ما نقينا ديك الكميه ديال المشماش غادي نضيف واحد 2 معالق ديال السكر وواحد راس معلقه ديال الزبده. الا ما كانش عندكم الزبده عوضوها بالزيت.
وغادي نرد فوق البوطه يتعسل واحد شويه وغادي نحيدو واحد التعسيله خفيفه، واحد 2 دقائق ولا، وكتحيدوه باش المشماش ما يطيبش معكم ويهرى. وكتصفيو ديك لاصوص اللي فيه. كانت عندكم شي مربى اي شكل كان عندكم كتزيدوا عليه ديك لاصوص، ما كانتش عندكم كتكافوي بها هي. دابا غادي ندوزو باش نشكلو العجينه. كنجيب واحد الكاس اللي كيكون شويه المقاد ديالو رقيق، وكنشكلو به هكا البريوش ديالنا من الوسط. بغيتوهم يجيوكم فرديين كتكحزوا كل كرسه كتكحزوها على الاخرى. بغيتوهم يجيوكم مجموعين بحال اللي بغيتهم انا يكون بريوش مجموع، درتهم شويه مقاربين لان راه مازال غادي يخمروا وغادي يشدوا في بعضياتهم. انا مع دايره مشماش درت مربى ديال المشماش. نتوما اي مربى كانت عندكم كتضيفوها، ولا ما كانش عندكم راه قلت لكم كتكافيو بديك لاصوص ديال المشماش اللي كتطحى لكم. داك السكر والمشماش ملي كيذوب كيدير ديك لاصوص ديالو. دزت دوك الفراغات كاملين درت فيهم مربى. حاولوا ما تكثروش باش ملي تخمر لكم العجينه ما تفيتش ديك المربى على برا. واخا ملي كتزلع على برا كتعسل وكتجي زوينه هكا في البريوش، ولكن نتوما على حسب كلها شنو كيبغي. دابا غادي نهزو كل قطعه ديال المشماش غادي نحطوها على ديك المربى وديك العجينه. واخا كتحطوا داك المرصو ديال المشماش من الفوق، راه ملي كتخمر العجينه راه كيهبط لتحت كيدير بلاصتو لتحت. والمشماش كيعطي واحد التعسيله وواحد المذاق هكا البريوش كيجي الصراحه كيجي زوين بزاف. ان المشماش كيعطي واحد الفرق كبير لا في المربى ديالو ولا حتى شي حاجه ما كتعوضوش شي حاجه اخرى. الا بغيتو البريوش ديالكم يجيكم على شكل دائر ما ديروش في صينيه مربعه، حاولوا ديروه تكون مدوره هكا باش كيجيكم الشكل ديالو على شكل مربع. غنخليوهم يخمروا. بعد ما كيخمروا كيزيدوا في الحجم ديالهم كيكبروا. هانتوما هادو ملي كيكونوا فرديين، والاخرين منين نخمروا شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. راه كيجيو شادين في بعضياتهم. بغيتو يجيكم على شكل فردي كل وحده بوحدها، حاولوا ديروا شي طاوه كبيره ونقصوا من العجينه. انا بغيتو الشكل ديالهم يجي متماسك مع بعضياتهم، قربتهم شويه ودرتهم كبارين. عندي هنا صفر بيضه، زدت واحد المعلقه ديال دانون. نتوما كان الحليب ضيفوا الحليب ولا واحد راس معلقه ديال الخل باش ما تعطيش ديك الزفوريه ديال البيض. دابا غادي ندوز كامل البريوش غادي ندهنو مع جنيبات. نتوما بغيتوش دهنوه كديك مربى اللي كتسيلو مع جنيبات وكثرتو ملي كتحط في الفران بحال كيتعسل كيجي محمر بلا ما كدهنوه كاع. اختيار ليكم اللي ما كيبغيش الصفر ديال البيض بلا ما يضل يديروا راه هما كيجيو معسلين وكيجي فيهم ديك التحميره ديال التعسيله بلاش. عندي الفران شاعل غادي ندهنوهم غادي ندخلهم للفران. وحاول الفران منين ندخلوا من الفران تكون الشعله شويه مهيله باش ما كيزربوكمش هكا في الطياب. وبعد ما دابا غادي يطيبوا غادي نرجعوا معكم وتشوفوا الشكل النهائي ديالهم. الصراحه كيجي زوين بزاف. الطاوه ديالنا ملي كتخرج من الفران الشكل ديالها كيفاش كيجي الصراحه كيجي زوين بزاف. وقلت لكم الا بغيتوهم يجيوكم فرديين حاولوا كل وحده ديروها في بلاصه وكحزوهم باش كيجيوكم فرديين. بغيتوهم يجيوكم مجموعين ملي كيخمروا وكيدخلوا للفران كيزيدوا عاد يتماسكوا في بعضياتهم. ودابا غادي ندهنهم بواحد شويه د المربى ولا عسل ولا من داك لاصوص اللي كتشيط لكم ديال المشماش منها كدهنوا. وواحد شويه الكاوكاو ولا لوز ولا داكشي اللي كان عندكم موجود ولا كوكو ولا كاع ما دهنوهم حتى بشي حاجه ما ديريو عليهم حتى شي حاجه. كيبقى لكم داكشي على حسب التزيين وصافي. والصراحه المشماش كيجي زوين هذا هو الموسم ديالو. ضروري كتبغوا كل حاجه تخدموا بها في الموسم ديالها. كيجي الصراحه واحد البريوش بيه صراحه زوين بزاف لا مذاقا لا شكلا لا كلشي. وحتى الريحه ديال المشماش كتجي واحد الطيبه اللي زوينه بزاف واحد التعسيله. وكيف ما شفتوا راه العجينه ديالو كيف ما صاوبناها كتجي واحد العجينه اللي خفيفه بزاف وخاويه من الداخل. واللي بغى شويه العجينه تكون ثقيله يحاول يزيد واحد المعلقه ولا معلقه ونص ديال الطحين باش تجي شويه العجينه متماسكه. اللي ما بغاش تبقى تلصق في اليد ولا هكا تكون خفيفه بزاف. شحال ما درتو العجينه خفيفه ديال شنيك ولا كروس ولا بريوش ولا شحال ما درتوها خفيفه كتجي العجينه ديالكم زوينه وكتعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه. هاد الطاوله اللي درنا راه جاتنا مجموعه. وهادو اللي قلت لكم بغيتوهم يجيوكم فرديين كلها غتكحزوها كل وحده على بلاصه اخرى. الا بغيتو تجيكم كل وحده بوحدها راه كتكحزوا كل وحده على بلاصه. ولا بغيتوهم يجيوكم على شكل شهده ويجيوكم على شكل دائره ديروا فشي صنيوه هكا تكون دايره وديروا النيت وحده حدا وحده كيجيوكم على شكل شهده. راه كيف ما قلت لكم كتجي العجينه خاويه من الداخل وخفيفه بزاف. نتمنىكم تجربوهم الصراحه كيجيو زوينين بزاف. وما تنساوش واحد الاشتراك واحد اللايك للقناه. الله يجعل صدر ربي يحفظكم
وبالسلامة عليكم، خليتكم على خير.